انه يكون فيه مجموعات من 5 محطات اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي هنا. الخمس مربعات الصغيرة جنب بعضها، المربعات دي مكبرة 100 مرة. يعني هي في المقاس الحقيقي بتاعها أقل 100 مرة من كده، بس لو اتعملت بالمقاس الحقيقي مش هنشوفها. أيوة، فعشان كده متكبرة مخصوص. ال5 محطات دي الواحد يتخيل دايرة حواليها. الدايرة دي فيها طرمبات مية، فيها منازل، فيها مصانع، فيها مستهلكين آخرين للكهرباء. فدي موجودة بجانب الشبكة الأصلية الموجودة في مصر من الشمال إلى الجنوب. في شبكة كهرباء كبيرة جاية من خزان أسوان، وقبل كده من السد العالي، وطلع لغاية القاهرة واسكندرية. الخط الأسود اللي حضراتكم شايفينه ده ممر التنمية اللي الدكتور فاروق الباز بيقترحه، لأنه النيل أيام ملايين السنين اللي فاتت ما كانش ماشي في المجرى بتاع النهارده. كان بيغير المجرى بتاعه، بيبقى يروح شوية شمال شوية يمين. فالحتت اللي جنبيه دي اللي هي بين الخط الأسود والنيل دلوقتي الحالي، دي فيها طمي من آثار اللي كان الحركة دي. نمرة 1. نمرة 2، الحتة دي كلها إلى حد ما مستوية وسهلة وصالحة للزراعة. بعدين عند هو فاروق الباز بقى اختار الحتة ما تبتدي الهضبة الغربية، وعمل على حافة الهضبة الغربية الطريق بتاعه ده اللي هو لون أسود، على أساس إن واحد يقدر الطريق ده من فوق يعمل فيه خط سكة حديد وسكة عربيات، طريق سريع للعربيات واصل لغاية السودان. ده هو أول جزء من الخط الرئيسي اللي جاي من شمال أفريقيا لجنوبها. يمكن يكون في المستقبل خط تاني من ناحية المغرب أو الجزائر واصل لغاية جنوب أفريقيا، لكن ده البداية بتاعت الاتجاه ناحية مصر، على أساس أن الاقتصاد المصري والاقتصاد بتاع جنوب أفريقيا أكبر 2 أكبر اقتصادين موجودين في أفريقيا. فلما تربطهم بطريق بينهم وبين بعض بتشجع التجارة بينهم وبين بعض، وتبقى في رخاء يعود على الجميع. بس عشان تبقى عندك طريق لازم يكون في إمكانيات التموين بتاع الطريق ده، إنه كل الناس يعرفوا يسكنوا هناك، والطريق ده يكون فيه محطات بنزين إذا كان فيه بنزين مؤهل للمعيشة كمان. إذا كانت العربيات دي هتشتغل بالكهرباء يبقى لازم يكون فيه محطات شحن عليها. وده طبعا المستقبل باين عليه إنه العربيات كلها هتشتغل بالكهرباء. حكاية البنزين ده بقى فيه شكوك إنه في التوريد بتاعه بعد ما شفنا من الحروب والحاجات دي. وحتى لو ظهر إنه موجود عندنا في أرضنا أو في السواحل بتاعتنا، فيبقى أفيد إن احنا نطلعه ونبيعه للي عاوزه، والفلوس بتاعته نعمل بيها تنمية. لا ما احنا محتاجين، بدل ما احنا نحرق الثروات بتاعتنا كده. يعني كل حاجة احنا بنستعملها في الأرض، سواء كان ذهب ولا فضة ولا حديد ولا أي حاجة تانية، بتفضل في الأرض في النهاية. المعادن أي حاجة بتفضل في الأرض ما عدا المحروقات، هي بتنحرق وبتطلع بره، خلاص راحت، ما تقدرش تستخدم ولا الفحم ولا الغاز ولا البترول. ما تقدرش تعيد استعماله. الواحد لما يعمل حاجة زي كده يبقى عامل أجزاء منفصلة بين الدوائر دي. كل دائرة هنقول احنا قلنا نتخيل ان كل 5 من دول حواليهم دايرة صغيرة. هم 5 اصلا. 5 والدايرة 2 3 4 5. 5 مواقع يعني. دول بيمونوا الحاجات اللي جنبيهم، يعني دول بيبقى شبكة منفصلة عن الشبكة الرئيسية. الفكرة القديمة ان الواحد يعمل شبكة كبيرة تضم مصر كلها نبعت من اوروبا، انه اول ما ابتدت اوروبا ابتدت برضو انها تعمل
حتت فيها كهرباء وحتت ما فيهاش كهرباء، لغايه ما عملوا الشبكات دي وربطوها ببعضها وعملوا شبكه اوروبا الغربيه كلها، شبكه كبيره وعندهم فوائد فيها. زي ما قلنا بنفكر في الاول في الفوائد كانت ايه؟ انه لما واحده من المحطات دي فيها صيانه وخرجت من خدمه، يبقى تاخد كهرباء من الاحتياطي اللي موجود في المحطه الثانيه. النهارده بقى التفكير مختلف. صحيح ده ميزه، لكن ايه الموضوع لما يجي لك بقى فيروس مخصوص علشان يخش لك في اسلاك الكهرباء ويعطل لك محطه الكهرباء؟ ودي حصلت في الحرب بين روسيا واوكرانيا. يضربوا محطات الكهرباء يقوم يعطلوا المنطقه اللي حواليها كلها واكتر كمان.